ويبدأ الفيلم مع هذا الشخص اللي اسمه زاك، وهاي اللي قاعدة يما تكون أمه، واللي قررت إنه تنقل لمنطقة ثانية لأن المنطقة اللي ساكنين بيها ما عجبتهم. وبعدها تيجي خالتهم لورين الفطيرة حبيب قلبي تبارك لهم وتقول له أكمش هاك ملعون، البس هاي تخبل اشتريته من باب الشرجي ب1000 دينار. وبعدها راح يروح للسيارة ينزل أغراضه، وهو شايل الأغراض يوقع من عنده ويتكسر. وهنا راح تشوفه بنت جيراننا وتقول له هالك أثوى الكرتون ما دبرت تشيله شلون لا تتزوج، ويرجع يقول له أكل خير طب جوا لا تصرف من وجهك خليه أبيض للعيد. وبهاي الأثناء حبيب قلبي يسمعها أبوها ويطلع ويقول له لك باوع بن سهام الحفافة يلا جر منا لا شيلكم، ويرجع يقول له هو احنا ليش سكننا بعد حتى نشيل. واليوم اللي بعده يروح للمدرسة مع أمه، وأمه كانت معاون المدير نفس المدرسة. وبعدها تدخل وتلقي خطاب وهي قاعدة تتكلم طالب ثاني قاعد يمزح وقال هاي المعاونة أسوأ من المعاونة اللي قبل. بعد ما يعرف انه هاي تكون ام زاك راح يعتذر من عنده وينطيه بطاقه بها عنوانه ويقول له تعال زورني اليوم للبيت. وبعد ما يرجع البيت ويطلع يذب الزباله لاحظ بنت جيرانه واقفه تباوع له وسالها وقال لها ليش ما داومتي اليوم، وكانت تقول له انا قدمت خارج وحاليا قاعد ادرس بالبيت. ويرجع ويسالها يقول لها هذا ابوك عفطه ليش عصبيه. وبعدها راح تاخذه للسينما اقصد توديه المكان بيه اناره واضويه كلش حلوه. وهنا يسأله ويقول له هذا المكان شنو، وتقول له هذا كان مشروع والمقاولين خمطه وفلوس وتركوه على النص حبيب قلبي. وبعد يتسلقون مثل قرود حبيب قلبي فوق الناعور ويقعدون يباوعون للمنظر الجميل مع المدينه. وهم قاعدين يرجعوا البيت حبيب قلبي قال لها باوع ليش كل يوم اثنين ثلاثة اشمر الزباله اريد توقفي لي برا. وهنا ابوها راح يكبسهم ويقول لها ليش طب جو اليوم اسلك مذهبك. وبعدها يروح يقعد مع خالته الفطيره وتقعد تسولف سوالف وتمضرط هي ما تعرف ايش قاعد تقول. وهنا راح يباوع للشباك ويشوف البنت ابوها قاعد يتعارك وياها ويرزلها. وهنا راح يقول لخالته انا راح اروح انا من مكاني لان حرفيا كلش تعبان من الدوام فيعني لا تزعجوني. وبعدها يروح الصديقه ويقول له امشي وياي ساعدني لان اكو بنت ابوها قاعد يعاقبها لان هو مختل عقليا. وبغوا يراقبون البيت لحد ما يطلع ابوها. وبعد ما طلع ابوها حبيب قلبي راحوا بركضه وقدروا يفتحون القفل ويفوتون لداخل البيت. وهنا طلب من صديقه انه يبقى بالباب يراقب الوضع. واول ما نزل هو حبيب قلبي اجى صديقه ركض وقال له لك حبي لا تتركني انا اخاف. وبعدين يلقون مكتب حبيب قلبي وهنا راح ياخذون كتاب ويفتحوه ويجي شخص يحاول يضربهم وراح يكتشفون انه هي هاي صديقتهم. ويقول لها ليش انت مو انت مربوطه وقاعده تتعاقبين ايش تسوين هنا. وهنا راح تقول له لك اطفر منا قبل لا يجي ابوي بسرعه. وهنا راح تسال تقول له الكتاب كان بيدي خوان فتحته وقال له لا هي موجود. وهسه هو يجي يشيله وينفتح الكتاب ويظهر شيء من عنده غريب. وهنا راح تخرج من عنده غوريلا كبيره حبيب قلبي وتطبلهم ليجا وتسلق مذهبهم. وبعدها تطلع البنت هانا ورا الغار يدور لها. وهنا راح يركض وراها زاك ويقول لها ايش القصه بس تعي فهمينها وتقول لها اشرد للبيت ولا صخم وجهك. وبعدها يلقي البنت هانا رايحه صاله تزلج وبيدها كتاب وقاعد تحاول ان ترجع الغوريلا للكتاب. وبعدها يقول البنت الثوله امشي جسوين هنا خلينا نطفر. وتقول له لا لازم يرجع لداخل الكتاب. وهنا راح توقف مقابله وتحاول ان تفتح الكتاب بس يهاجمها ويفلت الكتاب عن يدها المكان بعيد. وبعدها تحاول انه ترجع الكتاب بس ما تقدر تلزمه. وهنا راح يجي زاك ويقدر يبعد الكتاب لمكان امن. وبعدها يهاجمهم غوريلا. وهنا يجي باخر لحظه ابوها ويقدر يرجع الكتاب ويقول لهم اصعدوا بالسياره قدامي اليوم نعدى بالوالديكم. وبعدها يوصلون البيت يقولوا ما اريد اي شخص يعرف الموضوع. وهنا راح يقول البنت روحي جهز اغراضك لان راح نتحول منه. وبعدها يدخلون البيت ويلاقون انه اكو كتاب مفتوح وطالعه من عنده شخصيه اسمها سلابي. وهنا الاب راح يقول ضلعي شلونك اخبارك مشتاق لك. وراح يحاول انه ياخذ الكتاب لحتى يرجع داخل الكتاب. وبعدها راح يحاول الشخصيه سلابي انه يخفي الكتاب لحتى يضمن انه بعد ابد ما يرجع داخل الكتاب مره ثانيه. وبعد يخمط كل الكتب حبيب قلبي ويطفر. وهنا راح يحاولون انه يركضوا وراه لحتى يوقفوه ويلقون الباب كله مقفل. وهنا راح يطبون للمطبخ حبيب قلبي ويلقون شخصيات على هيئه باب نويل شال السكاكين وتريد تصلخ بيهم. وبهاي الاثناء حبيب قلبي الشخصيه سلابي محرر كل جماعته ورايح للمركز وبدا يجمد بالشرطه ويقتل بيهم. وهنا خلتهم الفطيره اللي اسمها لورين راح تلقي تشلب هنا وراح تروح تجيب له ميه. وبعد ما ترجع تلقيه طاير بالسماء ويهاجمها. وبعدها راح يقترح زاك ويقول له ابو البنيه يقول له اكتب كتاب جديد ويجمع به كل الشخصيات وحاول انه ترجعهم الداخل. وهنا راح يروحون المكان بعيد حتى يروحون يجيبون الآلة الكاتبة اللي كان يكتب بها قبل. وهم ماشيين بالطريق حبيب قلبي يتفاجئون بعد ما يلاقون حشرة عملاقة كبيرة حبيب قلبي تطلع لهم وتبدا تركض وراهم وتهاجمهم. وهنا راح تنقلب بهم السيارة ويقدرون يدخلون السوبر ماركت وينهزمون من عندها. وهم قاعدين يحاولون يطلعون من المول يلاحظون انه اكو كائن غريب على هيئة مستذئب قاعد يحاول يهجم عليهم. وهنا راح تيجي خالتهم الفطيرة لورين وتدعمه وتنزله داخل الحاوية. وبعد زاك يطلب من خالته تروح تبلغ الشرطة. وهنا راح يروحون للمقابر حبيب قلبي بس راح يلقون انه اكو اشخاص غريبين قاعدين يحاولون يهجمون عليهم وينهزمون. وهنا راح تروح خالته للمركز بس تلاحظ انه اكو شخصية سلابي. وهنا راح يجمدها. وبعد يكتشف ذاك انه البنت اللي وياهم هي شخصية خيالية وابوها اللي مؤلفها وكاتبها يعني حبيب قلبي ما موجودة بالحقيقة. ملخص مفيد حبيب قلبي راح نعطيك اياه
انتهى من الاخير. راح يقدرون يكتبون كتاب جديد يجمعون به كل الشخصيات، وهنا زاك راح يرفض انه يفتحه لان اذا فتح البنت راح تروح وياهم هماتين وتختفي، وهنا راح تاخذ البنت غصب وتفتحه وتبدا كل الشخصيات ترجع داخل الكتاب ومن ضمنهم هي هماتين، وبعد حبيب قلبي ترجع المدينه طبيعيه، وراح يقدر ابوها انه يالف كتاب جديد لحتى تقدر ترجع البنت، وبالفعل يقدر يرجع البنت كما كانت قبل. وهنا حبيب قلبي ينتهي الفيلم، واذا عجبكم الفيلم لا تنسون تخلون لايك واشتراك، ونشوفكم في فيديو جاي. بيس.